تعالى تعالى بطل تأليف كده. سمعت اغنيه عمرو دياب اللي بيعكس فيها البنات، اللي يقول لك شوف السمره دي عامله ازاي، ولا البيضه بقى انا مش فتاي، احلى بنات في الكون حواليا، تقولش بقيت سلطان بروناي. سلطان بروناي فجاه يجي لك حاله كده من الاستعجاب، هو مين اصلا سلطان بروناي؟ ولا مين بروناي دي اصلا؟ واحنا اصلا اخرنا سلطنه عمان. النهارده بقى جايه اكلمك عن دوله بروناي. هي دوله بتقع على الساحل الشمالي جزيره بورنيو في جنوب شرق اسيا، وهي دوله اسلاميه شبه ماليزيا كده. دوله عدد سكانها مش كبير، 445 الف نسمه، زي سيدي بشر عندنا كده. نسيت اقول لك بقى ان هي دوله تخضع تحت النظام الملكي. عملتها دولار بروني، يعني سعره بالجنيه حوالي 37 جنيه. بروناي تالت اكبر دوله منتجه للبترول. عيب عليكم، احنا عددنا صغير بس بننتج كل حاجه. تعالى اقول لك بقى ازاي تسافر بروناي. مبدئيا كده بروناي ما فيهاش هجره، اديتها في وشك اهو من اولها. انت اخرك بقى هنا تروح سياحه، يعني لو فكرتي تروحي تولدي ابنك هناك عشان تاخدي الجنسيه، شيل الموضوع ده من دماغك احسن. بروناي اصلا ما بتديش الجنسيه لحد، بس من ناحيه الامان فهي امنه جدا. البلد هناك بتنام المغرب. طب تعالى اقول لك بقى مين هو سلطان بروناي اللي عمرو دياب قال عليه. هو السلطان حسن بلقيه، اتولد سنه 46، يعني عنده حوالي في سكه كده 78 سنه. ليه عمرو دياب بقى حس نفسه سلطان بروناي؟ ما شاء الله، يعني احنا مش بنقر على حد، بس القصر بتاعه يعني معمول من الذهب. هو قبلنا عمرو دياب شويه برضو. استنى احسب لكم، يعني القصر بتاعه بحوالي 2 9 يعني القصر بتاعه يعمل حوالي 2 مليار دولار. ودي بقى كانت معلومات عن عمرو دياب، قصدي يعني دوله بروناي. قول لي بقى، هتروحها السياحه ولا اخرك تسمعها في اغنيه عمرو دياب؟